السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بوريكم فيديوهات العمرة كلها، الناس اللي بتسأل على الاكل الرخيص وعلى الحاجات الحلوة. ده فندق الساعة. هتقولي فندق الساعة غالي؟ لا، في حاجات بتبقى لقط وبتبقى حاجات جميلة. ده الدور الثالث، كله مطاعم. كله مطاعم بادئ من 15 و20 و30 ريال، والاكلة تكفي 2 و3 و4. عصاير موجودة، بيتزات موجودة، اكل مصري موجود، اسماك موجودة، كل حاجة عندك موجودة. الدور الثالث عشان ما تنسوش. طيب وفي ايه كمان؟ احنا هنا عندي بلبن كنا هنجيب منه حاجه، بس هنا زحمه موت. وطبعا تاخدي دور وتقفي وتعملي، فصراحه ربنا زحمه قوي قوي قوي. احنا دلوقتي في الاماكن دي في الهايبر زي ما انتم شايفين كده. لو عايزه اي حاجه من البقاله، اللحوم بتاع، هتخش الهايبر بتاخديه بسعر زي بتاع مصر كده، زي ما تقول الجمعيه الاستهلاكيه بتاعتنا او السوبر ماركت اللي في مصر. كل احتياجك هتلاقيه فيه. فما تدخليش وتتعبي نفسك قدام الحرم. اول ما تخرجي على طول هتروحي تجيبي زي ما كنت عامله لكم الفيديو قبل كده بتاع السنه اللي فاتت بتاع كارفور. فهنا بقى ممكن تاخدي الاكل وتقعدي تاكلي على الترابيزه بنفس السعر. يعني ما فيش بقى يقول لك ضريبه خدمه ومش خدمه. انت بتاخدي اكلك وبتقعدي تاكلي فيه وخلاص وتقومي. فباسهل تاكلي وتشبعي بعد ما تخلصي صلاتك وتكوني تعبانه او اي حاجه، او رايحه في رمضان وهتروحي تفطري. كمان يا بنات في هنا ممكن تعملي وجبات خير، بيبقى السعر اللي ب10 يخلوهولك ب8. بتسيبي له الفلوس وهو بيطلع وجبات الخير. عايزه انت تاخديها وتفرقيها عادي بقى. شايفين يا حبايب قلبي الفندق الساعة ده طبعا لا يعني غني عن التعريف. وهنا برضو عنده بيتزات، والبيتزا في ب10 ب15 ب30 زي مصر بالظبط، او زي اي بلد يعني بجميع انواعها. هم عاملين هنا بصوا جميع البلاد. لو عايزه اكل هندي بتلاقي، مصري بتلاقي، اندونيسي بتلاقي. بصوا كل الفئات عاملين لها الاكل بتاعها واللغات بتاعتها. فطبعا احنا ما بنلاقي حاجه مصريه احنا عارفين اكلنا، ما نجربش حاجه مش احنا مش عارفين. عنده كفته وعنده سمك وعنده كريبات وعنده بصوا يعني اي حاجه، وشاي وقهوه وكله اللي انت عايزاه في الفندق الساعه. قريب قوي قوي من الحرم. وطبعا انا برضو في فندق الصفوه، ابراج الصفوه، عامله لكم برضو في فيديو وانزله لكم بقى. مش عارفه على يوميات مس امل ولا منوعات شهد وماما. برضو في اللي هو في فطيره بريال، تاكلي من اول ريال والله بجد فعلا. مش كذب، انا اكلت فعلا الفطيره طعمها جميل جدا. لو عايزه فطيره مثلا بالبيض بتبقى ب 2 ريال، عايزه فطيره بالجبن وما اعرفش ايه ب 3 ريال. فهي بادئه من ريال. يعني لو فطيره واحده كده جنب كوبايه شاي بريال، يبقى انت خدتي 2 ريال فطار. بصوا ده بلبن بقى على الزحمه اللي عليه. انا الصراحه ما وقفتش ان انا لسه اخد دور. تاخدي دور عشان تقولي هتاكلي ايه، وبعدين تاخدي دور عشان تدفعي، وتاخدي دور عشان تستلمي. فزحمه يعني اللهم بارك بقى ويزيد ويبارك. ده بلبن. ده بلبن اللي في برج الساعه. تمام يا حبايب قلبي. وزي ما انتم شايفين كده برضو في اكلات حاجات حلوه زي ام علي وزي مش عارفه القنبله المصريه. فيها اسماء كتير قوي قوي. وانا طبعا من الزحمه انا مش عارفه اقرب في واحد ب21 ب15. بقرب لكم التسعيره على قد ما اقدر. يعني انا وهو ب15 ب25. فطبعا على قد امكانياتك بتاخدي. ده انت بس حتى لو رحتي بس كده ايه اتفرجتي حاجات في دايت وحاجات عادي من غير دايت. يعني كل اللي انت عايزاه هتلاقيه في برج الساعة. برج الساعة قدام الحرم، كارفور قدام الحرم، ابراج الصف قدام الحرم. يعني انت لو مش عارفة اي مكان في مكة ومش عارفه تاكلي فين ولا تعملي ايه، بتروحي تجيبي من الاماكن ديت. وزي ما قلت لك كده رخيصه. لو الوجبه ب30 تقل تكفي نفر، وفعلا تكفي نفرين. تمام. اللهم صل على جمال النبي. هنيجي بقى برضو هنا نشوف برضو شويه حلويات كده اهو. عنده برضو حاجات جميله قوي زي الشوكولاتات والايس كريم بصوا يعني شرحت ربنا تقفي كده المانجا شوكولاته. عندي بلبن طبعا انتوا عارفين وعارفين هو فاتح عندنا في مصر، وعارفين ان الحاجات بتاعته حلوه وجميله وحاجات كده. هي بص شهيه كده وحاجه اللي احنا شايفينه بالرحمن ده حاجه رمان، بس مش عارفه عاملين طريقه دي مانجا. فالوقفه قلت لا. فالزحمه زحمه موت موت موت. فانا بقى رحت عند محل تاني فيه عصاير. جبنا فاكهه. طبق فرد سلطات مليان فاكهه بانواعها، وكان برضو جميل وحلو. وكان سعره برضو على قد الايد لو انت حابه ان انت العصير بقى هناك كوبايه العصير لو قدرتي تخلصيها تبقي شاطره. يعني انت لو انت وزوجك جبت كوبايه واحده هتكفيك كبيره جدا. يعني اكتر من نص لتر مش هتقدري تشربيها.
فبرضو لو حابه تجيبي مثلا انت وزميلتك، انت واختك، انت واي حد، ممكن ان احنا ايه، اسفه على الصوت اللي طلع ده، بس حد جنبي بيفتح بيبسي. فطبعا بتبقى انت شايفه الحاجات تكفيكي ما تكفيكيش، تقسمي انت وحد، عشان برضو الميزانيه ما ايه ما تأفورتي معانا قوي. وعقبالكم يا رب جميعا، وتروحوا وتستمتعوا زي ما انا استمتعت باذن الله. حاجات كده يعني ترد الروح. بعد بقى ما تصلي وتاخدي قعدتك في الحرم، تبداي بقى ان انت ايه، ان انت تروحي كده تنسجمي، تاكلي حاجه حلوه، تشربي عصير، تتفرجي يا ستي، مش مهم ان انت حتى تاكلي ولا تتفرجي. احنا بقى بعد ما جبنا الحاجه، الفاكهه بتاعتنا، قعدنا كده وكلنا برضو في نفس المكان، فندق الساعه. فرشنا مصليه كده وقعدنا زي ما احنا شايفين. جبنا علبتين، 3 علب، خدناهم 4 تنفار، وكمان معانا بنوته صغيره، يعني يعتبر كام نفر، 5 افراد، وشبعنا والله، وفاض مننا على 3 علب. فبرضو ما تجيبيش بكتر، عشان انت مش هتقدري تكملي الحاجه هناك كده فيها بركه. يعني ما تقوليش يا دي العلبه ب15 ده غاليه، لا، ما انت ممكن تاكليها نفرين 3، وتاخدي برضو وتبري نفسك برضو، لان برضو احنا بنتعب من المشي واللف والعمره والحاجات دي بتتعبك، بتبقى عايزه حاجات مسكره. فدي نصيحه مني، مسكره وميه، يعني على قد ما تقدري تشربي عصير، ويكون معاكي ميه، فاكهه. والفاكهه هناك برضو حلوه، ان انت لو مش عايزه الاكل ده كله، بيبيعوا الموز في طبق ب5 ريال، تفاح، كيوي. فانت ممكن تجيبي لك طبق كل كام يوم كده، تجيبي لك نوع مختلف، عشان برضو تقوتي نفسك، وتقدري ان انت تعملي المناسك بتاعتك وانت مبسوطه كده، وصحتك موجوده. وانا حبيت عماله افرجكم والتوت والبطيخ. العلبه المربعه الطويله التانيه دي كان فيها بطيخ، اكتر حاجه فيها بطيخ وتفاح واناناس. الاناناس بتاعهم جميل قوي 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 بقى، ميزز كده وحلو. وانا برضو جبت منه، عملته لكم في شورتس كده. كان طبق كده ب15 ريال، بس كان من كارفور. برضو احنا 4 أو 5 كنا منه وعجبنا قوي. شايفين بوريكي كده على البطيخ، وساقعه بقى ومرتبه كده على قلبك، وتاكلي بقى وتتهني. وعقبال يا رب كل متابعيني وحبايب قلبي ما يجوا ويتهنوا كده ويشوفوا الهنا اللي احنا شفناه، وتدعوا لي دعوه حلوه كده، وتكتبوا لي تعليق حلو منكم حبايب قلبي، وتشيروا الفيديو علشان الناس اللي بتروح المكان ما تبقاش عارفه تاكل منين وتشرب منين، عشان ما حدش يضحك عليها. عشان في اماكن فعلا غاليه جدا جدا. انا كنت برضو قبل كده جيت وما كنتش اعرف الاماكن الحلوه دي، فقلت اعمل واعرفكم كصدقه جاريه، ان انت تعرفي المكان الرخيص اللي تقدري تاكلي فيه، وما تضلعيش برضو قوي، لان برضو احنا مصريين الجنيه عندنا برضو صعب. فطبعا لما الريال عندهم سهل، انت تقولي هناك بيقولك 5 ريال يعني زي 5 جنيه، احنا بالمصري عندنا 65 جنيه. هنا البنوته الجميله امينه بتمد ايديها عايزه تاكل العسل دي. آه طفله كده كانت عسل معانا سعوديه، قاعده معانا كده جميله. زي ما احنا شايفين ايديها بتاع دي اللي بتمدي فيها عايزه تاكل، فاحنا قلنا لها استني، احنا هنحط لك في الطبق بتاعك. بصوا هي بس نفسها تدوق الزق. ايه ده الجميله، بسم الله ما شاء الله عليها، اللهم بارك. فطبعا احنا مش جايبين برضو الوشوش، عشان الناس مش حابه انها تتصور. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منكم، وما تنسونوش باللايك والشير، والسلام عليكم.